سلام سلام، معاكم هبه. اليوم جبت لكم غوسيت تاع بقلاوه بدون آلة توريق. هاد البقلاوه غادي تخدميها غير بيدك سيداتي، وغادي تجي كما راكي تشوفي مستفه شابه حكمه روحه وتشاهي. اذا ما عندكش لاباغي تاع الفريطاج ما غاديش تقدري غير تشوفي بعينيك، غادي تاني ديري بقلاوه يشاهدوا بها الناس وياكلوا ويرحموا وكاع يقولوا لك عطينا لا غوسيت تاع هاد البقلاوه البنينه. تسحقي في هاد الغوسيت عندي هنايا انا كيلت بهذا الشوب. بالنسبه للكيله اللي تكون باغيه تدير بقلاوه حجم كبير، تكون باغيه دير في سني كبير، تكبر الكيله تكيل بالغرفيه، واللي تكون باغيه تصغر على هاد السني تكيل بالفنجال ولا بالكاس اللي صاير على هاد الشوب. انا كيلت بهذا الشوب درت منه 4 كيلات تاع الفارينه، شويه تاع لافاني والملح تاني هما غربلتهم. كما على بالكم بلي الملح راكم تشوفوا بلا يجي في هذوك الحبيبات الخشان، هذوك يقطعوا لنا العجينه تاع البقلاوه، لازم كلشي يتغربل. درت تاني كيله خليط ما بين السمن والدهان يكونوا دايبين وباردين. نجمو ديروا سمن وحده، نجمو ديروا دهن وحده الا ما كاش متوفر عندكم السمن نورمال. انا ذوبتهم ومن بعد خليتهم يدفوا شويه ودرت كيله منهم، زدت معاهم حبه تاع البيض تكون درجه حراره الغرفه، وخلطت مليح مليح بيدي وبسست غايه هذيك الفرينه مع اليدام مليح مليح. وهنايا كاينه مرحله تبريمات لي انايا من لا فيديو حكمت غربال وحكيت عليه كاع هذيك الفرينه بعد ما بسستها هكا باش نضمن باللي الفرينه تاعي كاع راها مبسه كيف ونتفادى التشكل تاع الحبيبات من مور الليل من العجينه تاعي. لميت العجينه بالماء والماء زهر حتى تحصلت على قوام تاع عجينه تكون طريه شويه، ماشي طريه تلصق في اليد، مي تكون متماسكه مليح وشويه رايحه للطراوه. قسمت العجينه تاعي على زوج، وغادي كل مورسو غادي تاني هو نقسمه. المورسو الاول غادي نقسمه على 5 والمورسو الزوج غادي نقسمه على 6، المجموع غادي نتحصل على 11 انكوريه. المهم غادي نغطي لاباط تاعي بفيلم اليمونتير ولا بصاشي ونخليها تريح. نروح دروك نوجد الحشو تاع البقلاوه. بنفس الكيله اللي كيلنا بها العجينه غادي ندير 4 كيلات معمرين مليح تاع مكسرات مع كيله موان دو دوا تاع السكر، ولا تنجموا ديروا كيله قل ربع تاع السكر. بالنسبه للمكسرات انا درت كاوكاو محمص ومرحي، وانتم تنجموا ديروا اي نوع تاع مكسرات عندكم. درت 3 مغارف كبار تاع سمن دايب وبارد. هنايا درت سمن مخلط مع الدهان، هذاك اللي دام اللي درناه في العجينه هو قلعت منه 3 مغارف درتهم في الحشو. ودرت شويه بزاف تاع القرفه، نبغي بزاف الكو تاع القرفه في البقلاوه، واللي ما يبغيش الكو تاع القرفه ما يديرهاش، يدير البقلاوه غير هكاك. نخلط الحشو تاعي ونبدا نرش فيه بالمزهر حتى يولي بهذا الشكل. القوام تاعه يولي مرمل، يولي يتفتت غير وحده ويولي كيما الطعام. نخلو ابار ونروحوا دروك نحلو طبقات تاع البقلاوه. بالنسبه للعجينه بعد ما قسمناها على 11 كريه وغطيناها بساشي ولا فيلم اليمونتير وخليناها تريح، هنايا كل ما خلينا العجينه تريح كل ما عاونتنا في الخدمه. هاد البقلاوه قلت لكم غادي نحلوها غير بيدينا، تسمى الا قلنا ندبروا دي زاستوس ولا حيل باش يعاونونا في الخدمه. الحيله الاولى والاساسيه هي الوقت، لازم تخلوا العجينه تريح. الا بغيتو تسهلوها على رواحكم، هي الا كنتو مقلقين نجمو ديروها تمتم كيما انا هنايا ما خليتهاش ريحات، كنت مقلقه فيها درتها ديريكت ما خليتش العجينه تاعي ريحات. جايله لو كان تخلوها تريح غادي تحلوها بالخف ما تحسوش كاع بها تتصيبوا رواحكم كملتوها. نبدا دروك نحل في الطبقات تاع القاعده. راكم تشوفوا بلي حكمت الكريه الاولى رشيت المايزينا، هنا نحلو الطبقات تاع البقلاوه بالمايزينا، غادي تعاوننا في الفريطاج او ميم طون غادي تعاوننا في الحل تاع كل طبقه وطبقه. حليت الكريه الاولى توجور بالمايزينا، من بعد رشيت عليها المايزينا، نزيد طبقه زوجه، نزيد المايزينا، وهكا حتى نكمل 5 تاع الطبقات. ومن بعد غادي نرفدهم في 5 ونزيد نحلهم مليح مليح بالحلال حتى يولوا لي رقاق بزاف، السمك تاعهم يولي رقيق. هنايا غادي نجيب المول ولا السني اللي غادي نطيب فيه البقلاوه، دهنته مليح بالسمن وحطيت عليه العجينه، حطيت عليه هذوك ال5 طبقات اللي حليناهم. راكم تشوفوا كي راهم رقاق ماهمش يبانوا باللي راهم 5 تاع طبقات، باسكو حليتهم مليح مليح بالحلال باش من بعد الريزولطا تخرج لي مليحه والبقلاوه تاعي ما يجوش
ما يجيش السمك تاع العجين طالع بزاف سورتو في القاعده. فوالا حطيت هنايا الحشو، غادي نطاليه مليح مليح بيدي، وغادي نستعين تاني بالكوباز هكا باش يجيني كاع ميزان واحد، ماشي جهه معمره بالحشو على الاخرى. سكمت هنايا مليح الحشو ورحت جبت الست طبقات اللي جو من الفوق، حليتهم بنفس لا ميثود كيما حليت طبقات تاع القاعده. نبدا بالكوريه نحل، ندير ما بيناتهم كميه مليحه تاع المايزينا، قلت لكم غادي المايزينا تعاوننا في الفيطاج تاع هاد البقلاوه. نكمل كاع 6 طبقات ونعاود نرفدهم ونعاود نحلهم كاع مع بعض كيما درنا في القاعده جوست. دونك قلتلكم نحلهم مليح بالحلال حتى نشوف هذوك الطبقات السمك تاعهم ولا رقيق، نغطي به الوجه تاع البقلاوه ونقلع لي شوت ولا هذوك الزوائد بالحلال، وندخل الجوانب بالكوبات هكا مليح باش البقلاوه تاعنا تجينا بيان فيني وجينا الخدمه تاعنا متقونه. من بعد جبت هذا الطابع الكاري تاع الصابلي، نديرو به الصابلي، نديرو به المخبز، نديرو به بزاف دي موديل تاع غاطو، غادي نعلم به هكا على الوجه تاع البقلاوه. ومن بعد غادي نجيب الكوبات ونبدا نتبع فيها دوك العلامات اللي درتهم بالطابع، ولازم نوصل الكوبات تاعي حتى الطبقه التحتانيه، لازم ومام اذا درتو بالخدمي هذه العمليه لازم توصلوا حتى الطبقه التحتانيه هكا باش يوصلها الطياب. ومن بعد ما نعسلوا البقلاوه تاعنا نضمنوا باللي التعسال غادي يوصل حتى لداخل البقلاوه، تجينا معسله كما يقول لك حتى للقلب. غادي ندهن البقلاوه تاعي بالسمن والدهان اللي كانوا دايبين، وندخلها طيب في فور يكون ديجا مشعول من قبل. طيبها من التحت كي نشوف الجوانب تاعها حمارو نشعل عليها من الفوق نحمرها، وكي نخرجها من الفوق وهي حاميه لازم نعسلها بعسل بارد. وهذه البقلاوه تاع اليوم، بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، بقاو على